السلام عليكم. عارفين شنو أخطر حاجة وقعت في المغرب؟ أن التعليم ولا بحال شي مسرحية فيها ممثلين ولكن السيناريو باطل. الآباء كيتعبوا، الولاد كيقراو، المدارس كتدرس، ولكن النتيجة شباب ضايع، لا خدمة لا هدف لا وعي ديني ولا مالي. فين المشكل؟ اليوم بزاف ديال المغاربة باقيين عايشين بنفس المعادلة القديمة. سير المدرسة، قرا، شد النتيجة ولقى خدمة. ولكن الواقع تبدل، الوظائف تقلصات، التكنولوجيا دخلات، والذكاء الاصطناعي ولا كيدير المهام بلا شهادات. يعني اللي كيعتمد على المدرسة بوحدها راك كتعتمد على النظام ولا متجاوز. الحل ماشي في الهروب من التعليم، ولكن في إعادة تعريف شنو التعليم. التعليم اليوم خاصو يكون فيه تعليم ذاتي، وكنسطر على تعليم ذاتي غادي نرجعوا لها من بعد. مهارات رقمية اللي ولا العالم دابا كامل خدام بها. تفكير نقدي، يعني ماشي أي حاجة شفتيها ولا سمعتيها راها صحيحة. وقدرة على التكيف، وهذه عانينا منها كشعب سنين وخرجت لنا جيل محدود في جميع المجالات. كتقول ليه كي داير الأحوال كيقول لك راني مسلك. كيفاش مسلك الله أعلم. المشكل ماشي غير في المناهج، ولكن في القيمة اللي عطيناها للتربية. آباء بزاف كينساو أن أعظم استثمار هو تربية دينية وروحية، تعليم الولد القرآن وحفظ ديالو وفهم الأخلاق والقيم الإسلامية، وهو اللي كيعطيك التوازن بين العلم والمبدع. الولد اللي حافظ جزء من القرآن غادي يكون عنده نظام، صبر، تركيز وضبط ذاتي، وهذه الصفات هي اللي كتخليه ينجح في المادة وفي المهنة وفي الحياة. يعني التعليم الديني ماشي بديل للنجاح المادي، بل هو أساس ديالو. وكل أب أو أم كيساهموا في هذا الشيء ماشي غير كيربحوا ولد ناجح، ولكن كيربحوا الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. كنا كنسمعوا ديما نوض راك تعطلتي، راه مشى عليك الحال، راه يسدوا المدرسة. ولكن ما عمرنا سمعنا نوض راك تعطلتي غيسدوا الجامع. كنسمعوش هذا الشيء، كنسمعوا غير نوض سير تقرا. هذا العام المغرب كيجرب واحد النظام تعليمي جديد مستورد من الهند وسماه مدارس الريادة. الفكرة كانت زوينة في الأصل، تخلي كل تلميذ يتعلم حسب القدرات ديالو. ولكن في التطبيق المغربي ولا الموضوع بحال شي نادي ديال الأنشطة، لغات، كورسات، مشاريع بلا أساس قوي. المشكل أنهم بغاو يطبقوا نظام خاص بفئة معينة ضعيفة على جميع التلاميذ. في النتيجة اللي ذكي وكيحتاج تحدي تيضيع وسط اللاعبين، واللي متوسط بقى تابع الحفظ بلا فهم. هذا النظام غادي يخلق جيل كيعرف يسطر بروجي ولكن ما كيعرفش يفكر بعمق. وهنا كيرجع السؤال، واش المشكل فينا حنا ولا في الهند؟ واش الهند معانا ولا مع غانا؟ اليوم اللي باغي يصنع مستقبله خاصو يولي هو المدرسة ديالو. يعني يتعلم كيفاش يتعلم، يدخل يدور في الدورات، يتعلم لغات، مهارات، يستخدم الذكاء الاصطناعي ولكن بالعقل. ماشي كل فيديو على اليوتيوب راه هو علم، وماشي كل كورس مدفوع راه هو فائدة. التعليم الذاتي الواعي كيبدا من سؤال بسيط: انا اشنو باغي نولي، وشكون بغيت نكون بعد 5 سنين. وتحيا من هذا المنبر للموجه اللي كان كيجي عندنا في التاسعة كيقولنا واش تكون ادبي ولا علمي. وفي الأخير المغرب ما غاديش يتبدل بالمناهج، غادي يتبدل ملي يتبدل فكر كل واحد فينا. ملي الوالد يرجع يهتم بتربية ولده في الدين والعقل، وملي الشاب يولي مسؤول على تعلم ديالو، وقتها غادي يوليو شعب ريادي ماشي شعب حافظ المقرر. شنو بان لك انت كاين المشكل؟ غادي نجمع الآراء ديالكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.